صح. نروح معك ابعد الى حد، واتمنى ان تكون معي صريح. ما تقولش تقول لي هاد لا كيستيون. لا كيما دوكا قلت لي انا ما نقدرش نقول لك باسكو ماشي ما نقدرش نقول لك باسكو ماني صريح. ماشي صراحه لا. باش نقولوا عندنا فريق يدي كاس افريقيا نبداو نديكورتيو لك بجوار بجوار، ولازم كاع لنا الشعب الجزائري ولي ميدا يكونوا صراحه. ما يكونوش صراحه في سارتان جوار. جو سوي سير 2000%. على هذيك نقول لك ما ندخلش في هذا الديبا، نعرف واش راني نقول وانا صريح حتى الممات. صحيح. السلام عليكم الأصدقاء، رمضان مبارك كريم علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله في طاعة الله. فالإخوان، في أول نهار من هذا رمضان المبارك الكريم، الإعلام الجزائري وبالتحديد بن الشيخ والرباعة ديالو على المباشر كيفتتحوا بنا تفتتحوا هذا الشهر الكريم بينا، وتيقولوا بأن المنتخب الجزائري غادي يتوج بكأس أفريقيا من الديار المغربية في هذه السنه هذه. فقولوا لي انتم في قناه التعليقات واش كتشوفوا بان الاشقاء ديالنا قادرين بالمنتخب ديالهم والاسماء اللي عنده قادر على انه يفوز بالنجمه الثالثه من الملاعب المغربيه، خصوصا بتواجد المنتخب الوطني المغربي رابع العالم وغادي يلعب امام الجماهير ديالو وفي الملعب ديالو. غنخليكم الاخوان تسمعوا شنو يقول الاعلام الجزائري حول هذا الموضوع. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، تفاعلوا زر الجرس. الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في قناه التعليقات. والمنتخب الوطني والعناصر الوطنيه قبل 15 يوم عن انطلاق البطوله، الوزير وليد صادي يطمح في التتويج بالكأس الإفريقية في المغرب. هل هو مجرد تمني أو هو رفع لسقف الطموح أم شيء آخر؟ هل بإمكان الخضر التنافس على اللقب القاري بعد إقصائين من الدور الأول في خلال آخر نهائيات الكان؟ أقصينا في الدورة الماضية والدورة اللي قبلها في المرتبة الأخيرة، ولم نتمكن حتى من المرور مع أصحاب الأحسن ثلاث فرق. الوزير صادي تكلم يوم الأحد أو يوم الأحد نعم، وبرر ذلك يوم الاثنين في الجمعية العامة. نستمع للتصريح الأول حول ما قاله وزير الرياضة ودورة المغرب نهاية هذا الموسم. ونكونوا ايضا ايجابيين لانه الحدث راح يكون حدث كبير وراح نفتخروا انه احنا الجزائر نشاركوا به، ولما لا نيل الكأس في المغرب. شكرا. لما لا نكونوا ايجابيين ولما لا ننالوا الكأس في المغرب؟ هل هو رفع لسقف الطموح عاليا؟ الرجل برر ذلك وتحدث في اليوم الموالي في الجمعية العامة التي عرفت تزكيته لعهدة جديدة، وقال حول هذا الموضوع. تكلموا على الهدف الرياضي. الهدف الرياضي واضح، قلنا أنه نسختين متتاليتين ما تأهلناش، يجب أن نكون عقلانيين، ليس هذا أن نقص من المنتخب تاعنا. قلت أنه الهدف الرياضي لازم نفوتوا ديجا الدور الأول، بعدها راح ونيغوسي ماتش بار ماتش، مي فو با نديروا الضغط على روحنا. وإذا يكون في طموح ولا تمني هذا كل الجزائريين وتمني كل الناس أنه الكاس الجزائر ترجع بالكاس. تمني كل الجزائري وكل الشعب الجزائري أن الجزائر تعود بالكأس من المغرب. هل قضية الخريطة الوهمية وفوز الجزائر أمام الطاس جعلنا نطمح فيما هو أعلى؟ الجزائر فازت في 2019 في مصر بكأس إفريقيا، بعدها أقصيت في دورتين سمير عماري في الدور الأول. هل الهدف اليوم هو نحيو هذا الطابو تاع الدور الأول، ماشي الطابو أو العقدة تاع الدور الأول، نمروا على الأقل الدور الثاني، أم أننا يجب أن نرفع سقف الطموح عاليا؟ شوف صراحة رضوان، بغض النظر على النتائج اللي تحصلنا عليها في الدورتين السابقتين، بلد كما الجزائر، الكرة الجزائرية اللي عندها المكانة في افريقيا ما تقدرش تسمح روحها تروح باش تلعب ان تور وتعاود تولي. الطموح، الهدف، خلينا من الطموح، الهدف هو سي ديالي لو بلو لوان بوسيبل. انا بور موا لو مينيموم سي الكارد فينال، باسكو عندنا فريق جديد، عندنا انترينور جديد، فيدراليه جديده، لا يمكنها ال سو ليميت passer un tour
انا بور موا سا ساري ان غران ايشيك. حتى هو يكون هذا في المغرب. اللي يقول وليد سعدي لما يقول ان الطموح هو لما لا التتويج، انا اظنه يتناقض ايضا مع الهدف المصدر لبيتكوفيتش، الهدف المصدر في الكونترا، لانه دوزيام تور. انا يقول لما لا، لكن لما لا؟ باسكو عندك طموح، ولما تعبر عن هذا النوع من الطموح، مشروع طموح، تعرف على بالك ابوبري بالنيفو تاع ليكيب واش لازم وين لازم تلحق. ولكن لما تمد لي في الكونترا لوبجيكتيف دو لونترينور ناسيونال سي دو باسي او جوست ان تور، انا اظن ان هناك تناقض. بون سكي في فاصون كاس العالم. نعم. لا التأهل الى كاس العالم. كاس العالم هذا سي نوت كونترا، مي لا كوب دافريك اون لا ليميتي ان سكوند. اسكو سي اوفيسيال هذا معلومات، لكن البعض يقول بانه الوصول الى على الاقل الى الدور النصف نهائي. المعلومه التي بحوزتي، المعلومه اللي عندي باللي هي اللي صرح بها وليد سعدي، لما يقول لك الهدف الاول هو على الاقل نكسروا هذه العقده، لا روتين هذه المساك تاع. انا اظن ان ميم لوبجيكتيف اوفيسيال لازم يكون مينيموم الكارد فينال باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا كونسيكون افيك نو ميم. باسكو دوك نتكالي باسكو لا كوب دافريك la Coupe du Monde, ça va être réglé avant la Coupe d'Afrique. Oui. Ça va être normalement réglé avant la Coupe d'Afrique. C'est sûr, mais c'est sûr. Donc on sera qualifié. Parce que في شهر نوفمبر نكونوا غفرينا. أنا pour moi, si on va au premier tour, نروحوا la Coupe d'Afrique, نفوتوا الويتيام دي فينال ونولوا، أنا pour moi c'est un échec. Mais si on passe en Coupe du Monde وكان نتأهلوا إلى كأس العالم سمير، بصراحة هل هذا سيغطي على نهائيات كأس إفريقيا؟ لأنه الهدف لم نتأهل إلى كأس العالم منذ 2014. هذا هو الهدف. سامحني، لو نروحوا لكأس العالم ومن بعد اون باس لو برومي تور، هل هذا سيغطي على هذا؟ تسمى لو كان نروحوا لا كوب دي موند سا فو دير كو نعاود نولي واش قال عليه منذ أشهر، قال بلي أنا ليا لو بلوز امبورطون سي الذهاب إلى كأس العالم، وكأس إفريقيا ستكون محطة تحضيرية لنهائيات كأس العالم. باش نتفقوا نهائيات كأس العالم راح تكون في 2026 وكأس إفريقيا حتكون نهاية 25 بداية 26 à 6 mois de la Coupe du Monde. نبريباريو بها لا كوب دي موند. سي با نورمال تروح مع لونترينور لا كوب دي موند ومن بعد ابري ان ايشاك مثلا لا قدر الله في المغرب تنحي هذاك لونترينور باسكو نو. ما قلتلكش انا ما قلتلكش انا جو بارل دي اوبجيكتيف تنحيه. لا كاين دي زونترينور يزون يشوي دو فوا ما نحاومش رضوان. دونك نو سي با اوتوماتيك. مي انا بور موا اون ايكيب كي سكاليفي اون كوب دي موند اي كي روفيان de la Coupe d'Afrique dès juste après le premier tour. huitième de finale. أنا je pense هنا ما تبشرش بالخير. معاذ المرودي، كيف تتوقع أو كيف ترى هذا التصريح؟ هل هو كما قلت الذهاب بعيدا، يعني نعطيك نقول تروح تجيب لا كوب باش من بعد دير أموا تلحق دومي فينال ولا فينال، ولا سي جوست هكذا مجرد تمني قال لك أي جزائري بإمكانه أنه يطمح أنه يعود بالكاس؟ رضوان، احنا لما نفتح القوس نعودوا للدورتين السابقتين قلنا انه اخفاق وقامت الدنيا لانه المنتخب الوطني ما لازمش يخرج من الدور الاول، فما بالك اليوم لا يمكن ان نرضى بمثلا التاهل فقط او تجاوز فقط الدور الاول للمنتخب الوطني. انت تقول لي ربما تمني التتويج بكاس افريقيا، ولكن الطموح المشروع وما يجب ان يكون يجب على الاقل. انا اذا قال سمير نروحوا للدور الربع النهائي، انا نروح معك ابعد من ذلك، اقول لك ان المنتخب الوطني يجب ان يصل على الاقل الى الدور النصف النهائي، لانه اليوم لو نقارن بين كاس افريقيا اليوم اللي راح تكون في ظروف تقريبا مشابهه اللي راح للاجواء وللمناخ وكل شيء اللي راح يكون في الجزائر، فقط راح يكون الجانب الرياضي، فقط راح يكون الاداء. كيف سيكون الاداء؟ لو يكون الاداء تاع المنتخب الوطني في المستوى، اكيد كل الظروف راح تساعد المنتخب باش يروح ويذهب بعيدا في كاس افريقيا. نشوفها ان النتيجه غير ذلك، ولا تتجاوز فقط الدور الاول، فقط كانك تفتح على نفسك ابواب الاخفاق، وكانك لانه التحضير الذهني مهم ومهم جدا. لو تقدم وتأدي دوره في المستوى في كاس افريقيا وانت تكون متاهل الى كاس العالم، اكيد راح تأدي دوره في المستوى في كاس العالم، ولكن لو تأدي دوره
مخيبة في كأس افريقيا، فلا تنتظر شيئا في كأس العالم. اي نعم تقول لي اي نعم نقولوا انه المنافستين تختلفان، وكأس العالم ليست كأس افريقيا، ولكن الظروف في كأس افريقيا لو رحنا الى جنوب القارة او نلعب في ظروف صعبة ربما راح تختلف الظروف، ولكننا راح نلعب في نفس الاجواء المناخية في كأس افريقيا. المنتخب الوطني راح يكون في ظروف جيده، فذلك ما عندوش عذر اليوم انه المنتخب في ظل الظروف المتوفره، في ظل احنا نتحدثوا عن التعداد، عن بيتكوفيتش عنده خيارات، لماذا لا يعتمد على هذا اللاعب؟ لماذا يجب ان يستدعي لاعب في مكان لاعب اخر؟ فاعتقد انه المنتخب والطموح اليوم المشروع انه المنتخب يصل على الاقل الى المربع الذهبي بهذا التعداد اليوم اللي عندنا، وبمدرب كما تكلمنا انه عاد الهيبه الى المنتخب. واضح. علي بن شيخ، سامي العماري يقول لك على الاقل الدور، احنا رانا هنا ديجا ماناش متفقين. علي بن شيخ او سامي العماري يقول لك على الاقل انا نشوف باللي الربع نهائي هو اقل شيء باش نكونوا يعني واقعيين، خاصه اذا رحنا لكاس العالم، يعني اليوم ما رحناش لكاس العالم. شكون هذا الادفيرسير؟ مش عارف شكون انا، واحد نشوفوش مليح. صح معليش انا قلت لك انا نروحوا ان شاء الله لو بلي لوان بوسيبل، ومن بعد توتي بوسي فوتبول راحت فينا. صح، نروح معك ابعد الى حد، واتمنى ان تكون معي صريح. ما تقولش تقول لي هاد لا كيستيون. لا كيما دوكا قلت لي انا ما نقدرش نقول لك باسكو ماشي ما نقدرش نقول لك باسكو ماني صريح. ماشي صراحه، لا باش نقولوا عندنا فريق يدي كاس افريقيا نبداو نديكورتيو بجوار ولازم كاع الناس الشعب الجزائري ولي ميدا يكونوا صراحه. ما يكونوش صراحه في سارت الجوار. جو سوي سير 2000%. على هذيك نقول لك ما ندخلش في هذا الديبا، نعرف واش راني نقول وانا صريح حتى الممات. صحيح. وانا نعرفك باللي صريح. انا حبيت نعطيك ثلاث اسماء انت كمحلل وكلاعب سابق وتحدث كائما على لي جون، تقول باللي انا مع، تحدثت منذ قليل على كوبارسي. هل على باليش كيفاش نطرح السؤال حتى من نكون يعني خمم برك باش ماشي تاع لي تبيجيني برك. لا ما نبيجيك والله. هذا ما كون مشي بالنيه تربح. والله غير بالنيه، والله غير بالنيه. وراح نبوزي لا كيستيون بلا ما نخمم. ما نخممش. عندي طروانو هنا، عندي مازا، عندي شياخه لو جون اللي سجل مؤخرا في كاس اوروبا، وعندي حاج موسى اللي راهو كاليفي مع فينورد. هل انت تشوف باللي سي لو مومون باش هادو لي تروا جون دو لي ميتر دون لو بان؟ بصراحه هل تشوف بانه رانا وصلنا الوقت باش نحطوهم دون لو بان ولا لا؟ هادو لي جون مازال لازم يدخلوا اون طون كو رومبلاسون بشويه، ما نقريوش لا كارير تاعهم. شوف يا سي رضوان. نعم يا سي علي. هاد الثلاثه اللي تكلمت عليهم انت كيما شياخه جوريمي كون لعب شويه واحد 25 مينوت 30 مينوت في تيزي وزو يعطيك الصحه ماتش اميكال. صح ولكن لا ماشي ماتش اميكال، ولكن كنا تاهلنا خلاص، كنا تاهلنا تسمى شغل ماتش اميكال. ماتش ما عندوش. ولكن هنا هاد الثلاثه هادو ممكن طونسونطون يلعبهم المدرب، ممكن هكذاك تدريب لي. لا خليني نكمل. نهضروا على كوب دافريك. ممكن. لا مش لا كوب دافريك، انا مش نهضر على كوب دافريك. قلت لك اسك سي لو مومون، سا فو دير ا بارتير دو سو ستاج، اسك سي لو مومون دو لي ميتر دون لو بان، ولا نستناو شويه لا كوب دافريك، نستناو لسبتمبر، نستناو لجوان، كاين دو ماتش اميكو، وقتاش الوقت المناسب باش نحطوهم في الميدان؟ لي ماتش اللي جايين لي دو ماتش ولا اوفيسيال اللي جايين دو ماتش اوفيسيال، ومن بعد في جوان دو ماتش اميكو. هنايا ديجا جو في تبوزي انا لا كيسيون، اسكو شياخه يفا ايتر بارمي لي رومبلاسون؟ ما على باليش. ولا كونفوكي. انا نعرف واش راني نقول يا سي رضوان، ريح ترونكين دوك نجاوبك. مي حاج موسى سورتو حاج موسى اللي مازال ما شفنا في الالمان او مليح او لعب او مليح، مي الهضره الكثيره حاج موسى ما مشي يهضروا بزاف على مازا. اي بورتون مازا يلعب في اوروبا، ما يلعبش في مش عارف وين، يلعب في اوروبا، في المانيا دوزيام ديفيزيون. صح، مي حنايا نتكلموا دوزيام ديفيزيون، بالرحمه يلعب في حومه في دوزيام في السعوديه، نتكلموا عليه كثير. هذا هو الحق. وهنا علاش بالرحمه نتكلموا عليه الوغ كو يلعب واش معي كيف هذيك في السعوديه بقى فيكتور. كل احترام لهذا الفريق،
ومازا يلعب في فريق احسن من نتاع السعوديه السعوديه. برلين. بصح نتكلموا على برحمه اكثر من مازا يا اخي. هذا باسكو برحمه كان في ليون، ماشي كان في ليون، كان في ليون هذا او في المانيا لان دي ميور شامبيونا او موند واللي بلو غران فودار وزيكيب ناسيون اللي دات بليزيور فوا كوب دي موند. ماكش تهضر على بلادك، تهضر على قوه، في كلش قوه. كرة القدم قوه الالمان ما رجعوهاش. لا كلوب مليح. بصح هنا حاج موسى جو سوي سير كي يفات بوتيتر parmi les remplaçants. Est-ce que il aura لو كوراج؟ ماشي لو كوراج، ما نلحقش لهنايا. اسكو يدخل يلعب؟ جو سي با. ها؟ جو سي با. ما نقدرش نعرف، واحد ما على باله. لا انا نولي توجور مارشاري، يقول لك ولي مارشاري بور ميو صوتي. بالرحمه كالكو ماج دارهم ملح وتكلمنا عليه في البلاطو هنا. اي بورتون دوطر جوار لعبوهم بوست تما ما كانوش ملح. لحقنا وين عطال دخل ولا الي دروا. صح. وعلاه ما يدخلش بالرحمه الي دروا. حاج موسى حاج موسى باردون حاج موسى غلط انا ابن عمي. لا بس كما معلو قلت بالرحمه حاج موسى هكذا. على هذيك اللي نقول لك انا لازم ندخلوا في واحد التفاصيل كذا. مي سكي سير 90% ما نقولش 100%. هاد ثلاثه اللي تكلمت عليهم ابري لا كوب دافريك نتكاليفيو كي نتكاليفيو بلوتو لا كوب دي موند يورا بوكو دو ماتش اميكو نشوفوا في لي ماتش اميكو. جو سي سير كو سي ولا ما سياش هادو الور لا سي جوستومون. نروح لسمير نكون معك ايضا مباشر. الكثير تحدث عن الشياخه وقال بانه سي لاتاكون مودرن للجميع بدليل انه مطلوب حتى في بعض النوادي في اوروبا. لكن اون ايسي دو سو متر في مكان المدرب بيتكوفيتش. دائما الصحفي يسي كي يحب يدير يعطي معلومه ولا يمد راي يسي يحط روحه في بلاصه المدرب. انت عندك عموره كبري، عندك قويري في نادي مارسيليا، وعندك واحد كيما بونجاح اللي راهو هداف البطوله مع نادي الشمال، ماشي مع السد، مع الشمال راهو هداف البطوله. ثلاثه اللي راهم في المستوى. شياخه يولي اون كاتريام بوزيسيون. هل احيانا ما نقولوش بان المدرب ايضا راهو امام نارين، اما يوضع ديجان ولا لي جوار اللي راهم كونفيرمي. نفس الشيء لو نعودوا لمازا يلعب في لو بوست تقريبا تاع عوار شفناه عاد بقوه مع ناديه في البطوله السعوديه. هل مازا ايضا مظلوم او انه المدرب راهو يخير الموعد المناسب باش يحطه في المجموعه؟ شوف رضوان، دوك انت قلت صراحه، انا دوك نكون صريح معك. نعم رضوان، احنا لما نتكلموا على البدائل نتكلموا على لي بوست، وش بونس هذا هو اللي الاناليز يحب يديفلوبيها عليه. لي بوست اللي ما راناش ملاح فيها، انا ما قلتلكش نحي عموره ودير شياخه، بين عموره يبري سي لان دي ميور جوان اون المان. نعم ما قلتلكش نحي رضوانه ويدرب لي شويه. ويدرب. ما قلتلكش انا الهيجان هذا تاع قويري تنحيه وتجيبوه ترميه لي تريبين ولا بن سبعيني. انا نهضر لك على لي بوست. انت تعرف لي بوست اللي المنتخب الوطني ما يدورش فيهم ادروات في ليكيب ناسيونال. انا بور موا اوني طري فابل ادروات في لاطاك. لما يكون عندك اون سوليسيون كيما مازا، معليش ما ديروش بالك بلوتو حاج موسى، ما ديروش بالك رونطرون، مي او موان تعطي له 40 دقيقه 30 دقيقه باش يبرهن باللي هو احسن من اللي هذاك التيتولار. مي حنا اون في لو كونترير، اون في تو باش هذاك الفلون دروا ما يبينش حتى لحقنا درنا عطال وحاج موسى في لي تريبون. ها واش حبيت نقول لك؟ لما تكون عندك نقائص. لا ولكن هذاك الوقت باش نكونوا بلا انت تتكلم على الجهه اليمنى وكذا، ربما ما سميتش، انا نسميك تكلمت على رياض محرز. رياض محرز تاع هذاك الوقت سيفري بشهادته حتى هو قال لك ما رانيش في التوب نيفو، لكن في المده الاخيره شفنا محرز نتكلم على النادي تاعو، مازال ما شفناش المنتخب الوطني، راهو عاد لمستواه تدريجيا. هل ربما
ما تقدرش بالعوده تاعو تدريجيا للمنتخب الوطني تنحي محرز وتحط حاج موسى. نكون راني نعاود لك، ما قلت لكش نحيه دانكو مي مد لاشون. اذا دوك نكونوا صراحه، اذا او بو دو 40 مينوت او بو دو ميطون شفت باللي محرز ما تمشيش نخليها هكذا. لا هذا هو الوضع اللي كان في المنتخب الوطني، ما كناش نسيو البدائل. نفس الشيء بور عوار. اذا ما عوار ما متش واش هو يمد في الكلوب تاعو، بوركوا با ماتر مازا. وعلاش انا نعطي مازا نعطي له 9 مينوت، نعطي له 20 مينوت، نعطي له 25 مينوت. الجرأة في الناخب الوطني كيلكو شوز دو تري امبورطون. وانا جو سوي كونفيكي، قلت لك في حصص سابقه، المنتخب الوطني يتحول كيما اسماء كيما هذه. واضح حسب سمير، الاسماء كيما حاج موسى مازا وشياخه هما اللي راح يصراو او يمدوا هذاك التحول للمنتخب الوطني بجيل جديد. ما رايك فيما قاله كل من علي بن شيخ وسامي العماري؟ رايك يهمني كثير معاذ. اكيد رضوان، لانه ما انت حاب تبني منتخب، وانت اليوم عندك دو كومبيتيسيون، عندك كاس افريقيا وعندك كاس العالم في عام واحد، وفي عام واحد، وتحتاج لمجموعه كبيره في المنتخب، وتحتاج للاعبين جدد ولنفس جديد في المنتخب. انت ربما بديت تلقى بعض الاسماء اللي لازم تفرض نفسها اليوم، كما عموره اليوم، كما قويري، كما هاد اللاعبين اللي يفرضوا انفسهم واللي لازم تلعبهم كاساسيين في المنتخب، او على الاقل لا يمكن الاستغناء عنهم في المباريات، سواء البعض يدخل كاساسي او احيانا خيارات ثانيه. ولكن اليوم عندك لاعبين اللي حتى ما نرتكبوش نفس الاخطاء اللي ارتكبت سابقا، حتى ما نوقعوش في نفسها، انه لاعبين اللي لازم تمنحهم الثقه وتمنحهم الفرصه. امثال اليوم مازا، تحدث امثال حتى شياخه اللي هو اليوم لاعب شاب ولكن مهاجم عصري، اللي حتى تدخلوا تلك الثقه في النفس ويامن انه عنصر مهم ممكن الاعتماد عليه مستقبلا في المنتخب. فما بالك اليوم بحاج موسى. حاج موسى متاهل في اوروبا، يلعب في فينورد اردوان. ما تقوليش اليوم، وحتى نولوا للنقطه اللي كنا نتكلموا قبل قليل، انه عنده بعض الاسماء اللي ممكن متعود ويعتمد عليها ويلعب بها، ولكن بعض الاسماء تفرض نفسها وتفرض روحها وتقول لك راني موجوده وراهي تلعب في المستوى العالي وتلعب دائما بانتظام، وعندها المستوى اللي يخليها تلعب كاساسيه في المنتخب. لانه احنا احيانا بحاجه الى روح ثانيه، الى نفس ثاني في المنتخب، حتى تتغير بعض الامور في مباريات المنتخب، وحتى ما نعيشوش نفس الريتم ونفس السيناريوهات في كل مره. اذا لازمنا اليوم على التغييرات، واذا لازم اننا نعتمد على لاعب في الجهه اليمنى في مكان رياض محرز كاساسي ورياض يبقى كاحتياطي، نعتمد على ذلك اللاعب. اذا بالامكان نعتمدوا منا على مازا، نعتمدوا على مازا كذلك اساسي. اذا على حاج موسى كاساسي، هذا يكون في مصلحه المنتخب. اذا اصدقائي اخوتي العزاز، كيف ما تابعتوا معنا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف ما تابعتوا في اول نهار من هذا رمضان المبارك الكريم، خوتنا الجزائريين دخلوا محمسين ومعولين على التتويج بكاس افريقيا، وبالخصوص بانها هنا في المملكه المغربيه، يعني للدوها تكون عندهم طعم خاص بالنسبه لهم. من حق خوتنا يحلموا، ولكن بغيت نقول لهم باننا كاين هنا واحد المنتخب اللي موجد لكل شيء كرويا، اللي هو المنتخب الوطني المغربي. ما يمكنناش نسمحوا في هذا الكاس، وخصوصا في هذا العهد اللي كيعيشه المنتخب المغربي بالاسماء اللي عنده وبالملاعب الرائعه وبالجمهور المغربي. المهم الاخوان، قولوا لي في خانه التعليقات واش كتظنوا على ان خوتنا الجزائريين قادرين على انهم يتوجوا بهذا اللقب من بلادنا. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس. الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في خانه التعليقات.